اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهارده ميعادنا مع فيديو جديد. الاستاذ توفيق عكاشة، طبعا انتوا عارفين ان هو بقاله فترة كبيرة جدا ما بيظهرش، وعارفين ان هو من فترة كبيرة قوي قناته مقفولة والبرنامج بتاعه مش شغال، ولكن كلنا برضو عارفين ان هو ليه فيديوهات وليه تصريحات من اكتر من 7-8 سنين بيحكي فيها كل اللي بيحصل في مصر دلوقتي، وكأنه كان شايف كل اللي بيحصل من فوق. يعني هو باصص فوق وشايف كل اللي جاي وبدأ يحكيه لنا، مفيش حاجة قالها ما حصلتش. طيب ايه علاقته بالمسيحيين؟ طلع واتكلم من فترة، كان حد قاعد في العزبة بتاعته، انتوا عارفين ان هو عنده عزبة وفيها حصنة، فسألوا على تمثال العذراء مريم في اول العزبة. فبيقول له هو انت ليه حاطط تمثال العذراء مريم في العزبة هنا؟ قال له العزبة دي انا جبتها ببركة العذراء دي. قال له انت زي ما انت عارف انا كنت بعدي بأزمة مالية كبيرة جدا، وقعدت اصلي واروح واجي واعمل واحاول واتصرف وقروض وبتاع وما قدرتش. المرة الوحيدة اللي انا قبل ما انام قلت لها يا عذراء يا قادرة، بس قلت لها يا عذراء يا قادرة ونمت. صحيت تاني يوم على اخبار انا عمري في حياتي ما كنت اتصور ان هي ممكن تحصل. انا الخير بقى يجيلي من حيث لا ادري. انا بقيت عمال اقول يا رب بقى العذراء عشان بس قلت لها يا عذراء يا قادرة كل الخير ده يجي. امال لو كنت وقفت صليت ساعة للعذراء كان حصل ايه؟ كنت اشتريت الدنيا بحالها؟ قال له عشان كده هي اول تمثال موجود في المزرعة، تمثال العذراء مريم، ودي اقل حاجة اقدمها لها. العزبة دي جاية ببركة العذراء دي، والعذراء هي من اكتر الناس القريبة لقلبي، ومن اكتر الناس اللي بتحل مشاكلي، ومن اكتر الناس اللي انا بلجأ لها لو انا عندي مشاكل، ومن اكتر الناس اللي عمرها ما خذلتني في اي طلب طلبته منها. وخلي بالك انا راجل مسلم، ما بالك بقى بتعمل ايه مع المسيحيين؟ يا بخت المسيحيين بالعذراء، ويا بخت المسيحيين بأمومتها، ويا بخت المسيحيين بقلبها الكبير. طبعا كان كلامه يحترم جدا جدا، وكلامك على راسنا كلنا، متشكرين جدا على محبتك. بركة العذراء مريم تكون معاك ومعانا كلنا، وتسدد كل احتياجاتنا وتشفي كل أمراضنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.